بونسوا أنا سام. استغفر الله العظيم. صار الشيطان ساعته موجود. من اليوم أنا أعبد الله الواحد الأحد. السلام عليكم. طبعا رمضان كريم، اللهم اني صائم. طبعا كلياتنا بنعرف انه رمضان هو بيجي مشان العالم تتوحد والبغضاء تروح والشيطان يروح ينسجن ويصير في بيناتنا محبة ويصير في صلة رحم وكل الشغلات اللي سيئة بيناتنا وبين اي شخص انت متكاون معه تنشال. طبعا هاي الامور هيك عن نظري، بس على ارض الواقع تختلف الامور. هلا انا متعود لما افوت على تويتر بشوف حرف دائما، لما بفوت على تويتر معلم بشوف حرف بين معروفة، هاي بين السعوديين والمصريين، بين اللبنانيين والسوريين، وبين الأردنيين والفلسطينيين. هي متعودين عليها طبعا، والعراقيين أحيانا بيكونوا فاتحين جبهة بشكل عام على الكل. طبعا كلياتها محبة يا أخي، لا تفكروا الأمور إنه تاخذوها محمل بجد، لأنه بالنهاية تويتر يعني في عجان يمكن يكونوا عم بيتواصلوا على التطبيق. بنصدم لما بفوت وبفتح على تويتر ولا بلاقي الحرب صايرة بين مين؟ بين الخليج العربي، بحبكم طبعا كل الحب لكم، وبين مين؟ بين بلاد الشام كلهم معلم، كلهم هيك بلاد الشام معلم اللي متكونين كلهم جايين بدخيل ربكم. انا بحبكم جميلين كيوتين. على شو؟ اكيد راح تقلي مشكلة سياسية، مشكلة مدري شو، مشكلة مدري شو معلم، راح اصدمك على الاكل. على الاكل. الاكل برمضان وعلى الاكل. يعني في مشكلة بين كل بلاد الشام وبين الخليج مش هالاكل. مستحيل. اللهم اني صايم ما بكذب انا. المهم المشكلة على الاكل. كيف ابتدأت المشكلة وكيف انتهت؟ هلا انتهت لسه ما انتهت، يعني لحد الان ما انتهت، هي صار لها يومين وما انتهت. انا كنت عم دقق، عم تشوفها من بعيد، عم شوف التطورات وكذا مشان اوافقكم باول الاحداث. المشكلة كانت عن طريقة تحضير السحور بين البلدين. فينا نعتبرهم بلدين لأنه بلاد الشام يعني العادات كلياتها نفسها، لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين نفس العادات ونفس الشكل، يعني بلاقيهم قريبين كتير من بعض. وعندك الخليج كمان نفس الترتيبي. المهم معلم، شوفوا لي منين بدأت المشكلة. طبعا هون كانت البداية، نشرت علا، نشرت منشور. طبعا اي علا مو علاء مشان حبيبي. سحور بلاد الشام، طبعا المتمثل بهذا الاكل يعني جبنه معلم، حلاوي، مربى، شنكليش، زيتون، عطون، مكدوس، لبنه، آه، شو كان، مرتديلا، بندوره، خيار، كذا، والبيض المسلوق. هلا عندنا هاي اكله رئيسيه. انا بقول لكم عن بلاد الشام، وانا بضمن لكم هيك بالعشره عن كل بلاد الشام انه هذا الاكل تبعنا، السحور تبعنا موحد يعني الكل معلم. شيء رئيسي الجبنه، الحلاوي، وعندك البيض المسلوق، وفي عندك البطاطا المسلوقه، وإسا في عندك الجبس اللي هو البطيخ او ما بعرف شو بتقولوا بلهجتكم. المهم جماعة الخليج شو بيتسحروا الجماعة على تقيل. يعني نحن سحورنا بيكون خفيف بس الفطور تبعنا بيكون تقيل. هني كانوا بالعكس، السحور عندهم بيكون تقيل، يعني بياكلوا كبسة مع لحمة وكذا وهالدواوين. عرفتوا كيف؟ يعني كبسة ولحمة وهالدواوين. وطبعا انا تواصلت مع اشخاص من الخليج، يعني انا بعرفهم اصدقائي وصديقاتي، وتواصلت معهم وسألتهم عن هذا الامر وقالوا لي ايه كلياتنا هيك، يعني هذا الامر متفقين عليه. هون الامور تمام، يعني بوست عادي ببين الاختلاف الثقافات وكذا. بتوقف هون صديقي، لا مستحيل توقف هون الا ما يطلع لك اشخاص ذباب الكتروني ما بتعرفهم انه عن جد اشخاص واقعيين معلم. داروا الامور لمنحى تاني، مثل شو؟ مثل هذا البوست. معلم تجي لك صفاء الكندري كويتي، معلم بدها تدافع، يعني شو عم تحكوا لك؟ عم تحكوا على الخليجيين ولا كلب. المهم تجي وانت شكو فينا يا المصاري. طبعا انا والله ما فهمت شو يعني الامصاريه، بس حاسه مسبي. لهيك معلم الله يسامحك مسبقا. حتى اللقمة حاسدين عليها. نتسحر من خيرات ربي علينا سواء مجبوس او اللي هو مطاردين برمضان، تبونا تفسدون صيامنا وقيامنا بسبتكم ذلفة. ما بعرف كمان هاي شو زلفة، بس كمان حاسة مسبي. يعني ما بعرف ايش دخل يا والله، ايش دخل يوبا، ايش دخل انه حاسدين المخلوقة عم تبين ثقافات. بس هي المخلوقة معلم بشوفك قريت
فكرت سالفة مصاري، انه شوفوا انه بيتسحروا كبسة، وانه شوفوا يا حرام نحن بنتسحر. بس ما انا عارفان انه معلم الجبنه والشنكليشات بيعملوا لك منسف رز مع لحمه. طبعا هلا شوفوا على سالفه اللحمه بنهايه الفيديو، هلا راح طالع لكم شغلات شي بغش من الضحك، شلون استلموا الشوام. الله لا يعلق حدا بلسان الشوام، الله لا يعلق حدا بلسان الشوام، الله يعينكم يا اهلنا بالخليج على لسان الشوام. على البساء شافت بنت على الخيط قالت تضربيني مثل النونية بالخيط، ولك تفوق عليك وعلى بنتك، ولك تفوق عليك وعلى بنتك وعلى تخلفتها ام الاسواره والحلقه. المهم معلم بيسكتوا هيك، بيطلع لك كمان في اشخاص كمان يعني غير هاي صفاء، بيطلع من عندك من بلاد الشام كمان بيردوا بس بطريقة كمان قاسية. هون بيجي لك مهدي على اساس لا يكحلها، بيجي بيميها السلام عليكم، لا يطعن بعروبة وعادات اهل بلاد الشام الا شتات الفرس ولا فارقة في الجزيرة العربية. طبعا يعني هذا انا ما بشوف بكلامه شيء يعني، خلاص اذا انت ما بتطعن لكن انت مو منهم. معلم بس في طبعا في اشخاص واعين يعني نشروا بوستات هيك جميله من الطرفين وهدوا الوضع، ولكن في الطرف ذاك اللي قلبه مسخره، هذا اجمل طرف يعني، هذا اللي قلبه مسخره والله العظيم شيء بغش من الضحك. قبل ما افرجيكم الاشخاص الواعين اللي نشروا شغلات يعني واعي، خليني افرجيكم شلون قلبت السالفه مسخره، خلينا نقرا التغريدات سوا معلم ونضحك سوا. طبعا من هون بلشت، عندك هون دون بيراند عمر تمام، قال كحل عيونكم يا شوام هاي اللحمة اخيرا. طبعا نحن ما بنعرف اللحمة يا شباب، عمو شو يعني لحمة والله ما بعرف. نحن ما بنعرف شو اللحمة، بقى هلا صرت انا عم بشوفها اليوم. هون بيجي ايمن، اليوم يا اخوان تعلمنا اشي جديد، هاي اللحمة والله هاي اللحمة انا ما بعرفها صدق، هيك لونها هيك شكلها اوه حمرا مبينة حلوة طيبة، شو هاي بتنلبس، شو بتتساوى فيها هاي، للأرجيلة بتنحط شو. هون معلم يا عرب، خالد يا عرب اشتريت باكيت لحم بلدي ب2 يورو ونص، ما توقعته رخيص هالقد. لحم بلدي اللحم البلدي طلع، انا فكرة اللحم البلدي بينلبس طلع دخان، مستحيل يا اخي. هون معلم هاي نسا مدري جسا معلم اجا بده يهدى الوضع، اول مره بشوف الاردني والفلسطيني والسوري واللبناني مع بعض، الله يديمها الجماعه. برافو بيضتوها. بيضتوها يا بلاد الشام بيضتوها. المهم اول مره بنتحد، بالعاده على طول داقين ببعض معلم، سحورنا لأنا شو. نشغل الجو. انا سحورة ملوخية يعني من اي فريق بكون. انت معانا انت لانك فقير عم تاكل ملوخية. هون معلم ملاك شاهد قبل الحذف اول شخص في بلاد الشام بياكل لحمة وبصورها. هيلنا برو منين جايب اللحمة؟ ليه اللحمة هيك لونها حمراء؟ هي اللحمة مو بس ليه جايب بس وحدة لحمة؟ اكل الشوام معلم، اكل الشوام. حطت 3 سمكات. انه لحمة، استغفر الله. والله لا يعلق حدا بلسان الشوام يبطي. يا اخي بالردح واللي شاف ترى ما حدا بيطلع له معنا، ما ترى معنا هي كلياتها الضحك يعني. في بعض الاشخاص اللي طلعوا هدوا الوضع، طبعا هاي هون في عندك ان كمان مشان ما تفكروا انه يا اخي في ذباب الكترون، بس في اشخاص واعين، مجرد صورة توضح الفرق بين الثقافات. فعلا هي السالفة بس انه بين الثقافات ايش دخل برو، ايش دخل المصاري وايش دخل الفقر.
لكن انصدمت من الردود العنصرية والهمجية. على العموم أي شخص كتب تعليق سخيف ما يمثل إلا نفسه، فعلا ما يمثل غير نفسه. احنا الشعب السعودي براء من ذي الأشكال. يعني الأشخاص اللي من السعودية اللي كتبوا هاي التعليقات مثل ما فرجيتكم، هذا اللي طبعا هون بتجي لارا على أساس لا تكحلها، بتجي بتعميها. هي بنت بلدي الجميلة العزيزة، يعني من بلاد الشام. من بعد هالتغريدة اكتشفت أن الخليجيين توكسيك. والله ما بعرف يعني، أنا بس حاسة اخواتي بالخليج، ترى انا حاسه مسبي، لهيك راح دافع عليكم من هلق. يعني عرفتوا كيف؟ انا حاسه مسبي. اكتبوا لنا شو معنى التوكسيك يعني. مو طبيعي، كان مجرد بنت قصدها فرق الثقافات، عملونا جوعانين وحاسدين على اكلهم. يلا التفكير السطحي. طبعا مو كلياتهم يا اخي، تشملي السعلارة عيوني بلوتي، لا تشملي الكل. هني كم شخص طلعوا. هل تويتي واحدة بلاد الشام انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. تتذكروا بباب الحارة لما معلم بتصيروا يبوسوا بعض؟ ثيتري خلاص 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 غفيتني خلاص. هاي هون يا روان اجت ردت. كان في كيف في ناس ما فهمت التغريد لانه هذه موسيقى. بكل مكان نتكلم عن فرق سحورنا وسحور اهل الشام ونطقطق، وما قد صار التخلف. الكلام اللي قاعد اشوفه انا انه صراحه في كثير اولاد هي هلا عم يستعملوا السوشيال ميديا. فعلا كثير اولاد يعني عنده تعصب، بيشطف الكلمة وما بيعرف انه هي الكلمة ممكن تخلي شعب كامل يكره بلد كامل او كذا. معلم بيجي بيشلف الكلمة وبيمشي لانه مو مهتم، وهو ولد وما نعرفان شو صاير وما نعرفان بالدنيا شو صاير. وهذول الاولاد صراحة في كتير منهم هلا منتشرين بالسوشيال ميديا وعم شوفهم بكل مكان. لهيك وحتى بفوتوا لعندي بيسبوني بيقولوا لي يلا انا ابوك مدري شو ليش عم تنشر على هداك مدري شو. معلم الدنيا رمضان برو، حرام يا اخي. مسامحكم، انا بشهر رمضان ما راح اغلط على حدا، ما راح اعمل حدا. حتى شهري ماني مشطوه لانه ماني فاضي صراحه. وانا هلا صايم وعم بحكي قبل ما يقدم بشوي يعني. لهيك كلامك كلياته صحيح 100%. وهذا كان الفيديو اليوم. بتمنى انكم استمتعتوا بالفيديو. اكتبوا لنا شو طابخين وشو بتتسحروا انتم، من اي بلد ومن اي بلد انت شو بتتسحر، شو سحورك المعتاد. ونراكم في فيديو اخر. سيو.